alright. اوكي، شكرا لك، خليك معي. شيخ البدو لو سمحت، بس ممكن الأخ أسعد تكبر تفضل. الإخوة والأخوات هذه الصورة لو سمحت. ما تفضل شيخ هذه البدو. ما هذه يا اخي، ما لا نستطيع ان نقرا هل تريد أن أقول لك المشروع هل تريد مهم. أن أقول لك الجزائريه، ما هي الجزائريه؟ الجمهوريه الجزائريه تريد ما أن لها؟ أقرأ هل تريد أن أقرأ هل تريد أن أقرأها لك؟ اقرا يا اخي، ولو انك قاطعت شيخ البدو، انا ما احب المقاطعه، الرجل كان يتحدث. معلش، ولكن هذه ايوه، هذه مهمة أستاذ أسعد، في سبيل اقراها الحق اقراها. وفي سبيل كلمة الحق. شوف، هذه أخي ما يروجه الإعلام الجزائري أستاذ أسعد ضد المملكة المغربية، وللأسف الشديد هناك من الإخوة العرب والأشقاء العرب يقولون هذا الكلام ليل نهار عن المملكة المغربية. هذه إحدى الصفحات المغربية التابعة أو الجزائرية آسف، اللي تابعة لما يسمى DRS، المخابرات الجزائرية. هذا ما يقومون بنشره ضد المملكة المغربية الشريفة. هاي بنود موجودة يستخدمونها ضد المملكة المغربية. راح اقرا لنا أقرأ يا اخي، عليك بعض من... اقرا كم بند. أوكي اي بعض اي. أوكي بعض البنود. أولا شوف، بعيدا عن أول مشروع أو ثاني خطوة أو ثالث خطوة، بدنا نركز من هون. البحث في جميع المصادر عن وثائق أو تصاريح أو خرائط موثقة تفيد نضالنا سواء لتاريخنا أو لتاريخهم، ووضعه هنا في هذه المجموعة لكي تكون متاحة للجميع. أي بمعنى أن نستخدم كل ما يروجونه بعض المغاربة ضدهم. خامسا، نوحد الخطوات من خلال مجموعة الماسنجر ونتفق ماذا سنفعل ومتى نغزو. يعني الصفحات اللي بتشوف عليها هجوم اعرف انه هاي تابعة، او الصفحة لما تتسكر اعرف انه تماما انهم فاقوا فيها او موجودة عندهم. انا بس بدي اقرا لك بعض من الاخوه العرب، بس بدي اقرا لهم بعض من الاشياء اللي للاسف سمعوها. انا شخصيا كنت اكره المغرب، والله استاذ اسعد، انا شخصيا كنت اخاف من المغرب. لماذا؟ لانه انا كفلسطيني تم غسل دماغي، اقسم بالله العلي العظيم تم غسل دماغي، وراح اطلعك على الصور والحقائق بالاسامي بالدلائل بكل شيء، وحتى اثبت لك كيف يتم غسل طيب الأدمغة طيب، العربية بما يخص المغالطات لحظه بحق لحظه المغرب. لحظة. الآن هذه مجموعات جزائرية يتآمرون وينسجون الخطط كيف يتعاملون في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو المغزى. تمام، سأقرأ عليك معلش، حتى أنت راح تقول هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. تمام. ايه. طيب تمام، أوكي. دائما الهجوم يكون في توقيت موحد في كل صفحة من صفحاتهم كل على حدة. التركيز على أنهم لا زالوا مستعمرين وتشكيكهم في سيادتهم على أرضهم. يجب على جميع الأعضاء الاطلاع على معاهدة إكس ليبان لأنها تمثل عارهم، وبها نستطيع ضرب صميم حماسهم. 10، لا ندع لهم مجال للرد أبدا. التركيز على معيشتهم الاجتماعية من فقر وحرمان وجوع عبر الفيديوهات المتوفرة على اليوتيوب. التركيز على السياحة الجنسية وبناتهم اللواتي في الخليج، وكذا تجارة المخدرات، فهذه الأشياء تشككهم في مجتمعهم. التشكيك في جيناتهم وإبراز أنهم جزء منهم سنغالي وجزء موريتاني والباقي إسبان وفرنسيس، وهذه نقطة جد مهمة، وافتخارنا بأمتنا وبلادنا وتاريخنا، وقصف كل من يقول عنها كلمة واحدة. وأعتقد أنك عانيت كأسعد اليمني من الهجوم. إنشاء صفحات يوتيوب، ونقوم بنفس عمليات صفحات الفيسبوك من متابعة ونواصل في الخطوات. التواصل مع وزارة الثقافة وبضغط شديد لنجعلها تسجل تراثنا المادي والمعنوي مهما كان بسيطا على لوائح المنظمات العالمية المختصة، وخاصة منظمة اليونسكو. وإحنا اليوم بنشوف إنه تونس والمملكة المغربية وبعض الدول يتم سرقة تراثها ونسب مما يسمى المأكولات والشراب والأطعمة واللباس ينسب إلى دولة الجزائر. توعية شعبنا بكل السبل سواء على مواقع التواصل أو في المواقع، وتعريفه بتاريخ أمته وزرع روح الفخر بها والانتماء لها. لو أنا قلت لك إياها سابقا أن المواطن الجزائري يفتقر لما يسمى التشبع بالهوية. التشكيك في خطواتهم، التشكيك، لحظة، أوكي، التشكيك في خطواتهم في قضية الصحراء الغربية والتقليل منها وإظهار فشلها، أي بمعنى أن الصحراء المغربية ليست للمغاربة، وهذا لن يكون. 19، الطعن في رموز مملكتهم من النشيد إلى التأسيس إلى العلم.
إبراز أنهم أمة خاضعة لم تجاهد في حياتها وأنها أمضت تاريخها من حماية إلى حماية أخرى. نشر فضائح مسؤولية وخاصة العائلة الحاكمة. هذه الأشياء ما بتخفى على أي إنسان عربي، إنه دائما بيلتقي إنه هناك ناس تتهجم على المملكة المغربية ورمز القيادة ماشي، ما في المغربية ليلة الملك محمد السادس. هذا الكلام هم ينتهجوه، وواضح هذا الكلام واضح من لحظة راح زمان، أثبت يعني لك، أنا راح ينتهجون أثبت لك، السنة. عندي دلائل. لحظة راح أثبت لك شيء. لحظة أنا أحتفظ بكل شيء أستاذ أسعد، لأنه أنا قلت لك أنا إنسان ما بحب التلفق. حتى هاي يعني أقرأ لك هون ما يقومون به. هون إحنا 800 شخص في المجموعة ولازم نكون أصدقاء عند بعضنا البعض. هذه أخت جزائرية بالمناسبة أستاذ أسعد، تقول هنا فتح مجموعة احتياطية لهذه المجموعة وحجبها أيضا فتح، يعني أي بمعنى أنه هذه تبقى خاصة بريفي، فتح صفحات كثيرة ونحط فيها مواضيعهم ونتفاعلوا معهم. كل من يتقن اللهجة المغربية يديروا جروب وحدهم ويهجموا على الصفحات تاعهم ويمد رأيه كأنه مغربي، يهجموا على أخنوش، أي بمعنى الاقتتال الداخلي المغربي. هناك من يتحدث اللهجة المغربية وهم ليسوا بمغاربة. حتى أنت كشخص يمني تعرف هذه الحقيقة أستاذ أسعد. اللي يتكلموا بالإنجليزية، شوف، اللي يتكلموا بالإنجليزية والفرنسية أيضا يديروا مجموعات اختصاصهم الصفحات الناطقة بالإنجليزية، يطغوا فيها خاصة الإفريقية والفرنسية ويتكلموا علينا، يعني بمعنى ينشروا حتى في المجموعات الفرنسية والمجموعات الإفريقية عن المملكة المغربية. جواسيس في جروباتهم، نحتاج جواسيس يكونوا منظمين أرواحهم. لازم نكونوا ايمي مع بعض في كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في اليوتيوب، وكل واحد يحط حسابه ونتابعوا بعضنا ونديروا مجموعات في كل منها نتفاعلوا فيها. اوكي، هذه اخت جزائرية استاذ اسعد، هذه اخت جزائرية. لحظة راح اثبت لك انا كل شيء الان، خليك معي. حتى الاخوة والاخوات يتابعوا. اليوم استاذ اسعد انت اصبحت كشخص موجود بالتيك توك، اصبحت تلتقي بصفحات تسمي انفسها أنا صحراوي، أنا سوسي، أنا فاسي، أنا ريفي. هذا الشيء ما بيخفى عليك. هناك خطط أستاذ أسعد يقومون بنفس الأسلوب على أنهم مغاربة، بمعنى أن يخلقوا بما يسمى العنصرية داخل المجتمع المغربي، وهذا كلام مثبت. تعال أعطيك. هذه ملاحظة خطيرة، ملاحظة خطيرة يا شباب. نعم أستاذ، أنا كفلسطيني أستاذ أسعد، أنا من 2008 وأنا متابع الشأن الجزائري، تمام، وأتحداهم يعني الآن. راح أعرض لك صور أستاذ أسعد، راح أعرض لك صور الآن وأسامي لما يسمى الجزائريون اللي موجودين. وأنا اليوم يؤسفني أنا الآن لأنه ما معي تسجيل صوتي لبعض الجزائريين الذي عرض علي هواتف وأموال من أجل عدم التحدث عن المغرب، وأنا ما بعت نفسي مثل ما باع بعض الناس أنفسهم بهواتف أو براتب من أجل سب لك المغربية. هذه أستاذ أسعد موجودة. أي تيار عربي مناهض الأمازيغ مراركة، أو تيار أمازيغي مروكي مناهض للعرب مراركة، أو ريفي مناهض للموريين والعياشة، يجب دعمهم من أجل تطبيق سياسة فرق تسد. لا بتشوف اللي اسمه أحمد سلطان هذا اللي عامل لي حاله ريفي. ثبت لحظة محمد، ثبت يدك على الكتابة حتى يستطيع الناس القراءة. ثبت يدك، لا تهتز، واكمل علشان نرجع للموضوع. هذا الموضوع بحاجه الى لايف مستقل حقيقه، هذا كلام خطير، لكنني اريد ان اعود الى الموضوع. انت خرجتني من الموضوع، اكمل بسرعه. ثم خلي الموضوع شوي، خلي لحظه، خليك استاذ اسعد، خليك استاذ اسعد، حتى الناس تعرف. انا بدي الاخوه والاخوات يعرفوا، انا بدي العالم كله يعرف. معلش ابراهيم يأذن. ايوه شوف استاذ اسعد، جماعة بان لي جا الوقت نفتحوا في اكونت ونربحوا العيب للأجناس الآخرين باسم المغاربة. يعني هناك من يتحدث باسم المغاربة وهم لا يمثلون المغرب أستاذ أسعد. بالطبيعة الأولى ندرك أنهم مغاربة لأنهم يتحدثون اللغة المغربية أو اللهجة المغربية، ولكن ليسوا بمغاربة أستاذ أسعد. هذا الشيء خطير أستاذ أسعد. هناك من يتقن اللهجة المغربية ويتحدث بلسان مغربي وهو ليس بمغربي. هذا الشيء ممكن الإخوة بالخليج، ممكن الإخوة بالأشقاء العرب جميعهم يعرفون أن باللحظة الأولى تقول أن هذا الشخص مغربي وهو ليس بمغربي. سأطلعك أشياء. خليك معي ما تستعجل أستاذ أسعد، بالله عليك. هذا أنا اللايف هذا بستناه من 2008، بالله عليك.
حتى بخصوص المرأة مداخله ثانيه حتى بخصوص سمحت يا ابراهيم لو سمحت لو خليه. سمحت سد المايك سد يا المايك اخي هذا سد فلسطيني دير يهون ميوت عليه المايك ابراهيم، معليش سد معليش يا المايك اخي، دير ميوت ابراهيم، سد دير ميوت المايك سد المايك. سده اعطيه مداخله سد ثانيه يا صاحبي، المايك اعطيه مداخله ثانيه. سد يا اخي المايك سد خلاص المايك سد هذه مداخلته المايك يا ابراهيم، هذه مداخلته يا اخي. هو خرج عن الموضوع سد نعم، لكن هذه المايك نص ساعه يا اخي سد لا المايك لا اعطيه خلاص مداخله ثانيه، سد خلاص يا المايك اخي. سد المايك سده اعطيه سد مداخله المايك ثانيه ولا يشرح حرف كما تفتح يحب يعني، فمه مش لو معارضين سمحت بعض. سد المايك ابراهيم انت يا اخي خلي الميكروفون حقك هو على وشك سد يخلص، خلاص المايك يا اخي لما يجي اكمل يا دورك اخي. لما يجي دورك احكي. سد المايك استاذ اسعد. هذه الخطط ايه بما يسمى لازم نعدلوا اللي اكونت باسم المغربيات، نهضروا مع السوريين والخليجيين ونرسموا صورة سيئة عن بلاد الدعارة او مملكة محمد، استغفر الله العلي العظيم. ما بدي اعرض الكلمة هاي لانها كلمة مو منيحة. يعني هناك من يتقن حتى المرأة المغربية اللي نتشرف فيها كلياتنا، اللي هي امنا واختنا وتاج راسنا، هناك من يستغل اسمها في الطعن في عرضها. وانت تعلم ان المملكة المغربية وصفوها بما يسمى مملكة الدعارة استاذ اسعد. لو تعطيني شوية وقت فقط اظهر لك لو سمحت استاذ اسعد، حتى اظهر لك بما يسمى كل ما يخص الجزائريين بما يسمى نشر المغالطات على حساب الشعب المغربي. امتلك الوثائق والدلائل والاسماء، ومن حقنا احنا كفلسطينيين نطلع نفضح كل انسان يسوي المملكه المغربيه بدون حق. في حدا باللايف استاذ انا نزل هذا. ايوه انا نزلت هذا ميكروفون مفتوح. لحظه. حتى التعليقات للاخوه المصريين اللي للاسف بعض الناس بتحاول توسخ سمعه مصر، نحتفظ بتعليقات الاخوه المصريين، لانه شرف انه مصري يطلع يتكلم عن المملكه المغربيه. صدقني استاذ اسعد، عانيت معاهم بما يسمى التعذيب النفسي والترهيب وكل الاشياء هاي قاموا ومارسوها في حقي، وانا قلت سابقا حتى بنتي لم تسلم من طغيانهم. وهذا الشيء لازم كل الإنسان يطلع يحكيه. الشعب المغربي شعب عظيم، وقيادة المملكة المغربية قيادة عظيمة. أنا كفلسطيني أفتخر بالمملكة المغربية، ولن يستطيع أي إعلام ولن يستطيع أي أحد في العالم أكملت الذي لديك. أستاذ أبا اسمع لي، حتى بس أوضح لك نقطة. كل صورة للإخوة والأخوات الموجودين هون، كل صورة تجد عليها العلم الجزائري بالطريقة هاي، اعرف انها الصورة تنتسب للمملكة المغربية. حتى اشوف هذا كبيرهم الذي علمهم السحر، محمد دومير بيطري، يفتخرون به. كل صورة استاذ اسعد هذه صور تعود للمملكة المغربية استاذ اسعد. يقومون بسرقة هذه، أي بمعنى ان ترسل رسالة على ان هذه الصور بالجزائر. اي صورة يا اخوان، اي صورة بتشوفوها موجود عليها علم الجزائر بطريقة صغيرة، أي بمعنى العلم الفلسطيني الذي يشبه البوليزاريو، يضعون النجمة الصغيرة، باللحظة الأولى ستعتقد أن هذا للجزائر. أستاذي الكريم، هذه حتى صور تاريخية تعود للمملكة المغربية قاموا بسرقتها. حتى التاريخ المغربي يسرقوه وينسبوه إليهم. حتى كبيرهم اللي يسمي نفسه هذا صالح جوجل، يعني حتى شوف الزلزال أو الفيضان اللي صاب الجزائر قالوا عنه إنه بالمغرب، يريدون أن يروجوا كل شيء للمغرب. حتى هذه البلدية المحمدية موجودة في مدينة الرباط في المغرب، أصبحت جزائرية أستاذ أسعد، أصبحت جزائرية. يعني بريئين بما يسمى بريئين جدا. أشكرك محمد أبو أمير. لحظة بس معلش أوضح لك شيء. لا مرة معلش اوكي بس معلش دقيقة استاذ اسعد بالله عليك. شوف هون يقول لك اكتب محمد يعني هون يطلب منك كإنسان فلسطيني أن تسب الملك محمد السادس من أجل أن تصعد إلى بثوثهم. يعني أنت تخيل، أنت اليوم كإنسان عربي عندك خيارين، أما أن تكون ضد المملكة المغربية أو تكون مع الجزائر. إن كنت مع المملكة المغربية فأنت إنسان حقير تافه لا تمتلك التاريخ، أنت صهيوني وحركي، وأنت لا تمثل فلسطين، وأنت لا تمثل مصر، وأنت لا تمثل تونس. جميع أقطار الدول العربية لا ينتسبون، فقط لأن الجزائري لا يريد منك أنت كمشرقي أن تقول عاش الملك. هذه أكبر تهمة، وأنا قلتها سابقا، أكبر بلد ممكن تدفع ضريبة حبك له هي المملكة المغربية الشريفة. صح.
صح 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 صح، أحسنت يا محمد أبو أميرة، وكلنا عانينا ودفعنا ضريبة في هذا الجانب. شكرا لك أخي محمد، شكرا لك. أنا أشكرك، حتى النت انقطع من عندك مو من عندي.